السلام عليكم ورحمه الله وبركاته. ازيكم يا حبايبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. النهارده ان شاء الله هعمل لكم صينيه سمك بسيطه جدا، سمك مكاريل. ان شاء الله باذن الله يعني هتطلع حلوه. معانا 3 حزم خضره، بقدونس كزبره وشبت. تمام. ومعانا طماطم، ومعانا حوالي 4 جزرات، 3 ليمونات، ومعانا 2 فلفل حامي مع معلقه فلفل رومي مفروم مع فصين توم. تمام. وهنا البهارات، معانا كزبره، توم، بهارات سمك، توم باودر، فلفل، ملح. مع دول 2 كيلو سمك مكاريل. تمام. خلاص كده المكونات تمام. هنحط بقى الحاجات دي كلها في الكبه نفرمها، يعني مش تفرميها، نص فرمه يعني مش كتير. بنفتح السمك كده عشان التتبيله تدخل جواه. ده سمك مكاريل، الحمد لله اسعاره نزلت، يعني كان ده ب130، يعني الحمد لله الاسعار نزلت شويه. كله كنت نعمله بالطريقه دي عشان التتبيله تدخل جواه. طبعا تفتحي السمكه، انا غسلاه كويس ونقعاه حوالي ساعتين في ملح وليمون. حطيت انا تحت هنا زيت في الصينيه. خلاص كده تمام، انا خلصت وحطيت التتبيله فيه اللي انا وريتها لحضراتكم. واحط بقى انا شويه زيت كده عليه، وانا حطيت تحت في الصينيه من تحت حبه زيت. خلاص كده تمام، انا حطيت الزيت على الوش، وهحط على العين من فوق البوتاجاز حوالي 10 دقايق ياخد بس ويغلي مع نفسه كده، وهدخله الفرن. خلصه واوريه لحضراتكم. خلاص كده تمام، انا حطيتها على البوتاجاز من فوق حوالي ربع ساعه، ودخلتها الفرن يعني وشها خد لون كده، وبصراحه طعمها جميل جدا. مع السلامه، باي باي.